في ناس المتعة عندهم مش في الحب ولا في الحنية، المتعة عندهم في السيطرة. مش بس كده، دول بيوصلوا لقمة المزاج لما يشوفوا اللي قدامهم مكسور أو موضوع، سواء الوجع ده نفسي أو حتى جسدي. والموضوع ده مش خيال أفلام ولا ترند تيك توك، ده سلوك نفسي قديم ومعروف باسم السادية. بس ثواني، هل أي حد بيحب يمشي كلام نسميه سادي؟ وهل مديرك اللي بيطلع عليك ده مريض نفسي؟ تعالوا نفهم الحكاية من أولها وبدون فلاتر. أول حاجة، مين هو العراف بتاع السادية؟ القصة بدأت عند واحد اسمه ماركيز دي ساد، كاتب فرنسي عاش في القرن ال18. الراجل ده كان بيكتب روايات، بس مش أي روايات، كانت مليانة خيال عنيف وسيطرة مطلقة، لدرجة إن التاريخ بيقول إنه طبق الكلام ده في الواقع واتحبس بسبب. ومن هنا علماء النفس خدوا اسمه وسموا الاضطراب ده على اسمه، sadistic personality. تاني حاجة، مين هو السادي الكيوت اللي في حياتك؟ بس قبل ما تتخض تفتكر إن السادي ده لازم يكون ماسك كرباج ولابس قناع جل، أحب أقولك إن السادية ليها نسخة لايت بنشوفها كل يوم. عارف صاحبك اللي بيحرق لك نهاية الفيلم وهو بيبص في عينك وبيبتسم؟ ده في عرق سادي. مديرك اللي بيبعت لك فويس نوت مدتها 5 دقايق قبل ميعاد الانصراف ب10 دقايق، ده مش مدير، ده ماركس دي سات بس متنكر. أو صاحبتِك اللي بتقول لِك إيه ده أنتِ خسيتِ وهي عارفة إنِّك زايدة 5 كيلو، دي سادية اجتماعية. كلنا عندنا الحتّة دي، حتّة الاستمتاع الخفي بإننا نغيظ اللي قدامنا، بس الفرق بين الهزار وبين المرض هو شعرة رفيّعة جدًا. طب إيه هو السلوك السادي الحقيقي؟ السادية كاضطراب مش هزار. الشخص السادي بيستمتع حرفيًا لمّا يشوف شريكه أو اللي حواليه في حالة ضعف أو ألم، ومش شرط ألم جسدي. ممكن يكون إهانات مستمرة قدام الناس، وممكن يبقى تلاعب بالمشاعر أو تحكم في كل تفصيلة في حياتك، تلبس إيه وتكلم مين. بس الهدف هنا مش الحب، الهدف هنا هو كسر الإرادة. طيب، هو كل مسيطر ممكن يكون سادي؟ لأ طبعا، في فرق كبير بين الشخصية القيادية اللي بتحب تاخد قرارات وتمشي المركب، وبين الشخص اللي لذته الوحيدة إنك تكوني مكسورة أو تكون خاضع. الفرق في النية، القائد بيسيطر عشان يحميك أو ينجح العلاقة، أما السادي فبيسيطر عشان يغذي الإيجو بتاعه بوجع. طيب، هو علم النفس بيشوفها إزاي؟ في الطب النفسي السادية لو وصلت لمرحلة إنها بتدمر حياة اللي حواليك بتتحول لاضطراب، وأخطر نوع هو اللي بيسموه السكشوال ساديزم ديسوردر، وده لما الشخص ما يعرفش يوصل لأي متعة في العلاقة الخاصة إلا عن طريق الإيذاء والضرب والإهانة. وده مش طبع، ده خلل محتاج علاج. يعني هو ده الBDSM. هنا لازم نفرّق بوضوح، في علاقات بين الأزواج بيكون فيها نوع من أنواع الألعاب الجريئة أو السيطرة، بس بيكون برضا الطرفين، ده شيء يخصهم، وطالما في موافقة واحترام لحدود الأمان مش بنسميه سادية مرضية. السادية المرضية ما فيهاش موافقة، فيها إجبار وانتهاك. طب والحل إيه مع المرض ده؟ لو اكتشفت إنك في علاقة مع شخص سادي أو اكتشفت الميول دي جواك، السؤال هنا، هتسكت؟ الاضطراب ده مش بيروح لوحده، ده بيزيد مع الوقت وممكن يوصل لأذى بدني حقيقي. العلاج النفسي بيجيب نتائج كويسة جدا لو الشخص عنده رغبة في التغيير، لكن لو الطرف التاني شايف إنه زي الفل وأنت اللي بتبالغ، يبقى الحل الوحيد هو الهروب. انفد بجلدك. وفي الآخر أهم حاجة تراجع علاقاتك. الحب أمان مش خوف، الحب رحمة مش وجع. لو الحلقة لمستك شاركها مع حد محتاجها، وما تنساش تشترك في القناة.